حاجات you should avoid لو انت في امريكا. Part 1. مبدئيا كده لو انت منتظر السبواي او المترو وهو وصل، استنى لحد ما الباسنجرز او الركاب ينزلوا، بعد كده انت تطلع. حتى لو الدنيا فاضيه ما تطلعش والناس نازله، هتتهزق، وده اصلا من الادب يعني. طلعت المترو تعمل ايه؟ تقعد مكانك، take your seat, do not stare at anyone. ما تبصش على حد خالص مهما شفت من مناظر غريبه مريبه عجيبه، وده الطبيعي هنا في امريكا، تشوف مناظر مش متعود عليها، اوعى تبص، اوعى تشاور. حصل لنا موقف خطير، كان معانا اطفال، والموقف ده كان هيودي ان احنا ممكن نروح البوليس. هحكيه لكم تاني، هحكيه لكم في فيديو تاني. اما لو انت مثلا مستني الاسانسير، اوعى الاسانسير يجي وتركب وجنبك حد واقف قبليك حتى لو مش واخد بالك. هتتشتم وتتهزق ويتبص لك بصه استنكار رهيبه. لو انت بتعمل شوبينج او وير ايفر، لازم تقف في اللاين وتلتزم باللاين جدا، وتسيب اناف سبيس بينك وبين اللي قدامك. ما ينفعش تخبط في شنطته مثلا، ولا غصب عنك ايدك جت في شعرها، ما ينفعش. ولو حصل ده غصب عنك قوي، ما يعديش مرور الكرام، لازم تقول I'm so sorry. كل الامور دي امور عاديه وطبيعيه وتنظيميه، بس احنا كعرب او شعوبنا العربيه ممكن نتعامل فيها بشكل تلقائي. في امريكا هتتحاسب على تلقائيتك.